وحشتوني. يلا بقى نعمل ميك اب مع بعض. اول حاجه اخدت اللون الموف ده وابتديت استخدم بلندنج بروش بس صغيره شويه علشان هثبته على الجفن المتحرك كله. ببتدي اتقل اللون واحده واحده. في الفيديو ده يا بنات هعمل معاكم فيديو مختلف شويه علشان انا هبتدي اعمل لوكين غير بعض بنفس الالوان. يعني هعمل العين دي رسمه مختلفه عن العيون دي بس بنفس الالوان. هعرفكم ازاي تقدري تطلعي لوكين مختلفين تماما بنفس الدرجات. بعد كده استخدمت اللون البينك من باليت انستازيا وابتديت اثبته على نفس اللون علشان يغمق معايا ويديني لون حلو. ده بالظبط اللون اللي انا عاوزاه. دلوقتي بقى استخدمت اللون الكافيه واستخدمت البنسل بروش وببتدي ادمج اطراف اللون معايا. وبرده زي ما انتوا عارفين ببتدي اتقل واحده واحده اللون معايا وتبتدي تعملي بلند وما تزهقيش طبعا علشان هو ده اللي بيطلع معاكي الفينش مظبوط. دلوقتي بقى جبت فلافي بروش، اكبر بروش دمج عندي، وابتديت ادمج الاطراف كلها واسحب على بره من غير اي لون خالص. وببتدي ارجع برضو لنفس البنسل بروش وابتدي ادمج الاطراف كلها تاني مع بعض زي ما انتوا شايفين. وانتوا كمان عارفين المعلومة دي ان الدمج هو اللي بيطلع فينش اللوك معاكي شكله حلو. دلوقتي بقى استخدمت اللون الشيمر ده وابتديت اثبته على الجفن المتحرك كله بالشكل ده وبالبروش المبططة دي. دلوقتي ببتدي اتقل اللون برضو معايا واحدة واحدة وببتدي هثبته على اللون كله. واخدت برضو فوقيه اللون البينك من باليت انستازيا وهبتدي اثبت اللون البيجمنت الفاتح فوق اللون برضو اللي انا حطيته. اللون كده بيقوى معايا وبيكون بيجمنت اكتر وبيكون واضح اكتر. يعني انا عملت ميكس ما بين درجتين علشان يطلعوني في الاخر الفاينل لوك ده. ودلوقتي اكون ركبت الرموش وكمان عملت الوينج بتاع العيون وهبتدي بقى احط كل الالوان اللي انا حطيتها فوق العيون تحت العيون. ما تنسيش الخطوة دي علشان بتسحب العيون وبتخلي شكلها جذاب اكتر. زي ما انتوا شايفين ببتدي ادمج الالوان كلها مع بعض من الاغمق للافتح. وبحب استخدم قوي الفرشة اللي هي بتاعه الحواجب في الخطوة دي لانها بتبقى رفيعة وكمان بتبقى دقيقة قوي في الخطوة دي وكمان ما بتبوظ معايا اللاين بتاع خط الرموش السفلية. ببتدي ازود اللون واحط اللون غامق مع افتح مع افتح مع افتح. دلوقتي اخدت بنسل بروش صغيرة خالص واخدت نفس اللون الشمر اللي انا حطيته فوق العيون ابتديت احطه تحت العيون. الخطوة دي برضو بتوسع العيون وبتفتحها كده بتخليها شكلها برضو حلو. وبس كده ده الفاينل لوك. واستنوا بقى الجزء التاني بتاع رسمة العيون التانية عشان هتبقى خطيرة. باي.